ايه ربح المنتخب المغربي، ولكن خاصك تعرف حاجه وحده، قسما بالله الا مصدوم. اليوم غندوي على واحد البلان مهم على المنتخب المغربي، على وليد الركراكي، على لا فيزيون ديالو مع المنتخب. انا بان ليا الماتش اللي ربحنا ضد النيجر خاصنا نتبازاو عليه. علاش خاصنا نتبازاو عليه؟ ديجا المنتخب النيجر كانوا داخلين تايقين في ريوسهم. الزكي حسيت به باللي المدرب السابق المنتخب المغربي ديالنا بعدو الزكي، حسيت به عطاهم واحد الانرجي بحال اللعابه دخلوا تايقين في راسهم يقدروا يضربوا المنتخب المغربي. فداكشي علاش الماتش كان صعيب، الجمهور كان معنا، كلشي كان معنا. الملاحظه اللي لاحظت هو ان وليد الركراكي بحال داخ شويه ولا دايخ، حيت كثروا عليه اللعابه. عندنا تبارك الله النجوم كثار في الدوريات الكبرى سيدي، عندك إيجامان، عندك اللائحه طويله. بزاف ديال المغاربه كيلعبوا حاليا في دوريات كبرى وما كيلعبوش مع المنتخب المغربي، بزاف كيبانوا حاليا وكيبانوا بلي عندهم بوتونسيال وكاينه بلاصتهم في المنتخب. غير هو وليد الركراكي بحال حسيت به داخ. كيفاش داخ؟ ما عارفش الطريق اللي غيشد. التشكيله الاساسيه بقى بحال ما بيناش ليه، باقي كيجرب، وهاد القضيه ما عجبانيش انه باقي كيجرب. كاس افريقيا على الابواب، ما بقاش بزاف، شحال باقي؟ بقى 8 شهور 7 شهور، يعني خاص تبدا تبان لك التشكيله الاساسيه، يبان لك اللعاب اللي سي بون معول عليه 100%، ولكن عندك واحد اللعاب ثاني اللي تقدر تحطه في بلاصتو واللي رومبلاسي داك اللعاب اللي حطيتي انت. عندك يعني مثلا عندك واحد اللعاب اللي صافي كتقول هاد خونا هو اللي غنعول عليه 100%، هذا اكرد هو اللي غنعول عليه. ولكن اكرد لا سمح الله تبليس وقعت لي بليس قبل الكاس افريقيا، عندك واحد خونا دوبلور اللي غادي يعمر بلاصه اكرد وتقدر تعول عليه. اما لا كنتي معول غير على لعاب واحد، فكنقول لكم من هنا الدراري ما غنمشيوش بعيد. الا كان وليد الركراكي معول على تشكيله وحده لعاب واحد ما غنمشيوش بعيد في كاس افريقيا. بزاف ديال الناس بحال ما عجباتهمش داك جوج لواحد، بحال اصاحبي ولينا خصنا نهبطوا كوارينا شويه اصاحبي، وما بقيناش كنرضاو بجوج لواحد، ربحوا بواحد، لينا باغيين 3-0 5-0. دراري كاس افريقيا راه شوف ندوي اون جينيرال، الكره في لافريك عندها لعب سبيسيال. كاين ماتشات اللي غيتربحوا هكا بالخنقه، غتموت معاهم في الطرح باش تربح الماتش. اما يسحب لك زعما صافي غير زعما كيفاش غنقول لكم غتربح الماتش بسهوله في كاس افريقيا، هادي غنساوها الدراري. لانه على حساب الخصم راه كاين خصم اللي فريمون هما راه ضعاف، ولكن فاش كيلعبوا معاك بالبلوك با وكيدافعوا كيبقاو مدافعين الماتش كامل، وانت كتبقى تزقل ما عندكش ديك ليفيكاسيتي قدام الجول، راه كطيح في البياج ديال الفرقه. راه كونتر اتاك واحد تماركي لك تكفنك الفرقه الاخرى اللي لعب ضدها. بحال اللي حنا كنا درنا ضد البرتغال في كاس العالم، بحال اللي درنا ضد اسبانيا في كاس العالم فاش جريناهم البيلانتيات مابقاوش شايقين في ريوسهم بحالناهم في البيلانتيات. يعني على حساب كل ماتش، على حساب الظروف ديال الماتش، المهم هو تعرف كيفاش تربح. حنا عندنا واحد المشكل في كاس افريقيا، فاش كتجي الصح بحال ما كنبقاوش شايقين في ريوسنا. عندنا نقص صاحبي، المستوى اللي كنقدموه خارج كاس افريقيا ماشي هو المستوى اللي كيبان ليا في كاس افريقيا. كاس افريقيا غير اللعابه كيدخل فيهم داك ستريس، كيجيو عاوتاني دوك الاسباب، الميتيو، الحراره، التاقلم، الرطوبه، ديك الهضره كتجي. ولكن هاد المره راه لاعبين في المغرب، معولين على الدراري يديروا شي حاجه، معولين على الدراري يربحوا يفرحوا الشعب. محتاجين هاد لاكوب. صحيح انه فوق ما كنكونوا فافوري 100% ما كنديروا والو. دائما الكوت ديفوار مورا ما تالقنا في كاس العالم كلشي كان كيقول لك صافي المغرب بطل، كنجيو مع جنوب افريقيا كنتكفنوا. انا باقي داك الماتش باقي حاليا ما صرتش ليا. عاوتاني في المغرب نحاولوا نلعبوا على عامل الجمهور، عامل الجو اللي غيكون قريبا بحال الجو اللي كاين في اوروبا. اللعابه اللي مولفين يلعبوا في اوروبا، يعني ما كاينش ديك القضيه ديال الرطوبه والطقس وهادي ما نقدروش نتاقلموا. لعابه خصهم يترجلوا صافي. صاحبي راه الكوره في بلادك اصاحبي، راه ما خصكش. شوف انا بالنسبه ليا وليد الركراكي
الا ما دارش المينيموم يعني اقل حاجه فينال، فكون متاكد انه ما غيبقاش مع المنتخب وغيمشي لفرقه اخرى، منتخب اخر. المهم ما غيبقاش مع المنتخب، غيعطيوه فرصه الا دار فينال. الركراكي غيعطيوه فرصه يكمل مع المنتخب الا دار فينال. دومي فينال ما يبقاش. انا على حسب التوقع ديالي وليد الركراكي كنحس به خاصو صافي يبدا يلقى التشكيله الرسميه اللي غيعول عليها ويعطي كل بوست الدوبلور ديالو، ما يبقاش حيت بات لي بحال العشوائيه ولات بحال كاينه الدوخه. واش نبدا بالرحيمي نبدا بالنصيري؟ انا بالنسبه لي عنده جوج لعابه اللي كيتيق، 3 ولا 4 اللي كيتيق فيهم بزاف، اللي اسيوري. عندك اناحي، عندك امرابط، وعندك حتى سميتو هذاك اكرد ثق فيه. الياميق عيط ليه مؤخرا، ياميق صراحه ما كيعجبنيش بزاف. كيلعب مع الوحده اللي كتلعب في الدوري السعودي، ولكن حاليا في الدوري السعودي هذه الفرقه الوحده ماشي في الطوب، وهي من اكثر الفرق اللي تماركاو عليها بيوتا، واكثر الفرق اللي عندهم مشاكل دفاعيه. الياميق ما عرفتش شوا كيبقى اونتر بارونتيز، كيعجبني عليه عبقار حتى هو مزيان. حكيمي بلاصتو مضمونه، عندك المزراوي حتى هو نصير المزراوي بلاصتو مضمونه. بقات دابا في الحصول، بقات في كيفاش غتجيري لا كومبيتيسيون الكوب دافريك، كيفاش غتدخل العقليه اللي غتدخل بها. الجمهور معاك، كل شيء معاك. الجمهور راه نقول لكم المغاربه راه كل شيء ميزي على هاد الكوب دافريك. راه فريمون لا ما ديناهاش راه خوتي راه مشكله والله. راه ما المشكل الناس غالطين في واحد القضيه وانا كتسحب لهم باللي غنديوها بسهوله. ما تغلطوش الدراري، راه حاليا الماتشات اللي كنلعبوا ضد المنتخبات ما كنلعبوش ضد منتخبات اصاحبي كبار. فين لعبنا ضد، خصنا نلعبوا اصاحبي ضد منتخبات كبار، مصر، نيجيريا. نجربوا راسنا، واش غنبقاو نلعبوا غير ضد منتخبات بين قوسين متوسطه، مع كل احترامي لكاع المنتخبات. اوكي الماتشات اللي كاينين دابا عندك النيجر وطنزانيا، هاد الماتشات اللي مفروض عليك تلعبهم، ماشي هاد الخصوم ماشي انت اللي اختاريتيهم، طحتي معاهم في المجموعه باش تصفيات كاس العالم. ولكن ركزوا لي على الماتشات وديه، لي ماتش اميكو. نلعبوا ماتش اميكال مع فرق كبار اصاحبي، نلعبوا مع نيجيريا، نلعبوا مع الجزائر، نلعبوا مع تونس، نلعبوا اوكي تونس حاليا ما كتمرش من احسن الظروف ديالها، ماشي في الطوب. عندنا مع ماتش اميكال بالفعل، تنظم ماتش اميكال، ولكن تونس ماشي المنتخب اللي غتقول امتحان حقيقي. اوكي ديربي اللعب ديال التوانسه عارفينه، ولكن خاص امتحان اكبر. كنفضل تعيطوا على الكوت ديفوار مثلا، نيجيريا، نشوفوا راسنا قبل ما نتصدموا بكاس افريقيا، لان كاس افريقيا اللي عطى الله عطاه. ماتشات في كاس افريقيا غيكونوا صعاب. بالتوفيق المنتخب المغربي، وليد الركراكي انا ثايق فيه، الي كابابل، عنده الاكسبيريونس في لافريك، ولكن حذاري ثم حذاري، لانه كاس افريقيا راه لعبها بوحدو فريمون، اللعب ديالها باسل اصاحبي. كاس افريقيا خاص تربح الماتش. جمون فو انا النتيجه، ماشي جمون فو الاداء. خلاه هو كيقول الاداء ماشي مهم اصاحبي، هو المهم هو تعرف كيفاش تربح الماتش، هو تخرج رابح. اما لا درتي اداء واعر في الاخر صيداتك فرقه ديال تروازيام، زعما المرتبه الثالثه ولا باقي فريمون ضعاف، صيدوك رجعوا اللور ولعبوا لك على الكونتر اتاك وتصيدتي. احنا ما راش قادشين هذيك الساعه، واخا تدير اداء ما عرفت شنو. المهم هو تعرف كيفاش تربح، والتشكيله الرسميه خاصها تلقى في القريب العاجل. كاين ابراهيم دياز اللي بلاصتو ما غتحيدش ليه بيان سور، كاين اسماء اللي صافي محطوطين هادو، ولكن كاين بعض الاسماء اللي كاين شك. مثلا بن صغير ما عجبنيش انا في الماتش ديال النيجر، كان ناقص، خرجوا المدرب. كاين الخدمه عاوتاني، كاينه باقا الخدمه. الركراكي خاصها تبان ليه التشكيله، يحط اللعابه اللي كاينين متاحين، اللي محطوطين عندنا، اللي موجودين. ها تبليسه ليا هذا، ها شكون اللي غيرومبلاسي، ها تبليسه هذا شكون اللي غيرومبلاسي، ويكون خير ان شاء الله.
وانا حاسس بركراكي كثره الاسماء اللي ولات في البطولات في الدوريات الكبرى بحال داخ شويه بحال ولا ما عارفش راسو من رجليه، ما عارفش شكون اللي يبدا به، شكون اللي غيدخلو رومبلاسون. وخدمه هذه صعيبه وخاصه الخاطر شويه. كاس افريقيا على الابواب وان شاء الله خير ونفرحوا لانه المغاربه محتاجين هذا اللقب. انا محتاج هذا اللقب لانه انا من صغري وانا كنحلم. عمرني حضرت المغرب دا كاس افريقيا، دائما كيقول لك منتخب واعر، منتخب عنده لاعبين كيلعبوا في دوريات كبرى، ولكن في الاخر ما كاين والو. كاس افريقيا عقده، خصنا نعرفوا هذه القضيه عقده، ونتمنى هذه العقده تحيد هذا العام اللي غتنظم فيه في المغرب يا ربي. السلام عليكم اخوتي، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. كان فيديو مهم يوتيوب كذا، بدينا يوتيوب فيديو باش نتعرفوا على هذا العالم. وإلا عجبك ما تنساش لايك، ابونا والدراري، هادشي اللي كاين. ما محتاج سيبور ولي الشرف اخوتي. تبارك الله عليكم، الله يسهل على الجميع. السلام عليكم.